مرحبا بكم في قناتكم ماروك نيوز. إليكم أبرز العناوين. خارطة المونديال، القجع يكشف عن المدن المغربية التي ستضيء سماء البطولة 2030. قبل ما نبداو في التفاصيل ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو باش توصلوا بأي جديد. أعلن فوزي القجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن خطة لاستضافة 32 مدينة مغربية لمنتخبات كأس العالم 2030 الذي سينظم بالمغرب بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أكد القجع أن البطولة ستعزز المشروع التنموي للمملكة، وأشار إلى أهمية تحديث البنية التحتية بما في ذلك توسيع المطارات في مدن مثل مراكش، أكادير، فاس وطنجة والدار البيضاء لتلبية متطلبات القطاع السياحي. كما أوضح أن المدن التي ستستضيف المنتخبات ستعمل على استفادة جميع الجهات من هذا الحدث، مما يجعله ليس فقط مغربيا بل أيضا إفريقيا وعربيا. وفي ختام حديثه أشار القجع إلى ضرورة تجديد الملاعب، وأكد الحاجة لبناء ملعب جديد في الدار البيضاء نظرا للعدد الكبير من الجماهير لدعم فريق الرجاء والوداد.